يا ترى الطريق ده هيودينا لفين؟ النهاردة واخداكوا في رحلة حلوة قوي، ممتعة جدا. هنشوفها كده مع بعض ونتعرف على كل تفاصيلها وظروفها سوا. يلا بينا بقى نشوف احنا رايحين على فين. النهاردة انا واخداكم في جولة في منتجع لوسيندا. منتجع لوسيندا في السويس. بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي البوابة من بره. جنبيها هو سلسلة مطاعم الحيتي، وفي هارت اتاك، في محل كريب وكشري، وفي سمك. دخلنا كده من البوابة زي ما انتم شايفين كده، ده المدخل. اول حاجة كده بتقابلنا مطعم زاد. المطعم ده داخل المنتجع. ده بيكون فيه كافيه مكيف، وكمان في مطعم لو حابين ان انتوا تاكلوا وجبات من جوه، يعني مش واخدين معاكم اكل ولا حاجة ولا كده. عامة يعني هو مسموح ان احنا ناخد معانا سندوتشات وسناكس كده، حاجات خفيفة يعني. فلو انتوا حابين بقى وجبات وجبات، فممكن تدخلوا المطعم وتطلبوا منه الوجبات، وكل وجبة طبعا حسب سعرها. ده كده شكل الاكوا من بره. وده كده الشط. ودي برضو زي نظام كده كافيهات بقى، بس اوبن اير يعني بره وكده. دلوقتي بقى كده هندخل على الشاطئ اللي موجود في القرية. بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي كراسي بترابيزات بشمسيات. دي طبعا من غير اي حاجة، دي تبع التيكت يعني اللي انتوا دافعينها وانتوا داخلين. الشاطئ رملي كده زي ما انتم شايفين. بس للأمانة لازم اقول لكم نصيحة: اللي هيروح هناك لازم يكون معاه كوتشي بحر، لان البحر مليان صخور وزلط ورمل كده من جوه. فالافضل ان انتوا تكونوا لابسين كوتشي بحر لو انتوا حابين تنزلوا البحر هناك. دي كده منظر الاكوا بتاعت الاطفال. ده البسين بتاعهم كده، ودي الاكوا، ودي الاكوا بتاعت الكبار. بصوا هي متقسمة كده لكذا حاجة. في اللي هي الحلزونية دي، بس طبعا انا منصحكوش بيها الحلزونة يوم الحلزونة دي، لان هي يعني هي ليها تكنيك معين كده، لو انتوا ما عملتوش صح يعني بطء السنين بقى هتلاقوا نفسكم اصلا يعني نازلينها مشي. بس هي ممتعة جدا. البسين على فكرة كويس قوي ونظيف، والاكوا كمان حلوة قوي. سواء بتاعة الاطفال او بتاعة الكبار. بصوا بقى منظر الناس وهي نازلة تعمل تش. عايزة اقول لكم ان الاطفال اصلا يعني سابوا الاكوا بتاعتهم، وكانوا كمان بيطلعوا اساسا الاكوا بتاعت الكبار، ولو انها خطيرة جدا يعني لازم تكون تحت اشراف. بس احسن حاجة هناك ان في كابتن بيكون واقف تحت في البسين علشان خاطر اي حد نازل او كده ما يغرقش يعني وكده. او زي ما انتم شايفين كده، بيبقى في حد واقف يعني زي آه يعني امن كده، علشان خاطر لو لا قدر الله حد مثلا مش بيعرف يعوم، حد مثلا نزل مش عارف يطلع او حاجة، هو بيرفعه. وفي فوق برضو على الاكوا امن واقفين علشان خاطر ينظموا نزول الناس، علشان ما حدش مثلا يزق حد او الكلام دوت وكده. فدي طبعا حاجة كويسة جدا، وكمان امان على الولاد وكده. الاكوا تقريبا بتفتح حوالي الساعة 10 ونص حاجة زي كده او 9. بس هي عامة بيكون فيها ساعتين بريك بتقفل فيها الاكوا. بينضفوا بقى البسين مطرح الناس وكده. بعد الساعتين بترجع تاني تشتغل عادي طبيعي لحد بقى اخر اليوم. بصوا الناس مستمتعة، مش عايزة اقول لكم بقى. بجد هي ممتعة قوي. البحر بس اللي ممكن يضايقكم شوية علشان خاطر الصخور اللي فيه، لكن الاكوا بجد جميلة جدا جدا. بصوا دي ببطء السنين بقى، اللي هي الخضرة الحلزونة دي. دي بقى الاكوا في البريك زي ما قلت لكم كده، بيفضوا بقى الاكوا خالص. وبيكون في بريك بقى ساعتين، وبعد كده بيرجعوا بقى الاطفال والكبار عادي يلعبوا تمام عادي مفيش مشكلة. كمان بقى في يعني انا حبيت اوريها لكم وهي فاضية كده. ويلا بينا بقى نشوف باقي معالم المنتجع. بصوا بقى ده بقى مكان تاني موجود برضو هناك. المكان ده بقى بسين بس من غير اكوا ولا اي حاجة خالص. بصوا ده الاوتيل اللي موجود جوه القرية، لو انتوا حابين تاخدوا غرف هناك او كده. الحقيقة انا ما سألتش على سعر الغرف، غير الغرفة التريبل عرفت ان هي سعرها 1400 للفرد في اليوم.
وكمان مش سي فيو ولا حاجة، ده هي يعني بتبص على البسين. ده بقى البسين ده موجود برضو في القرية. ده برضو في بسين للأطفال وفي بسين كده للكبار، وفي مش غويط قوي يعني، وفي بسين كده جنبه تاني نازل بقى العمق بتاعه بتدرج يعني. بس كمان كان في حاجة حلوة قوي هنا في البسين ده. كان في بدال كده بيدور الأطفال يلعبوا بيه فري عادي من غير أي تيكت ولا أي رسوم ولا فلوس ولا أي حاجة خالص. فبرضو دي حاجة كويسة. في بيسين تاني ورا بقى، بس البيسين اللي ورا ده اصلا بتاع التدريبات وبتاع تقريبا النزلاء اللي نازلين في الاوتيل اصلا بتاع القرية. وده كمان استيدج كده بيبقى عليه برضو بيشغلوا عليه دي جي واغاني. ودي كده زي استراحات معمولة على البسين اللي هو بدون اكوا. بصوا دي برضو يعني زي خزانات كده للامانات بتاعتكم او كده لو عايزين تحطوها، وفيها مروحة. دلوقتي بقى انا عايزه اوريكم. بصوا دي شكل بقى الغرف اللي هي موجوده على البحر. دي الغرف اللي بتبص على البحر، كلها مكيفه كده زي ما انتم شايفين. دي بقى للناس اللي حابه ان هي تقضي هناك يومين 3 اسبوع زي ما هم حابين يعني. بس بعد بقى ما قعدنا لعبنا كده شويه وهيصنا، المهم قلنا احنا في السويس بلد السمك بقى، فما ينفعش ان احنا نعدي اليوم ده كده من غير اكلة سمك حلوة. فقررنا ان احنا بصراحة مش هناكل من المطاعم اللي بره. هو في مطاعم موجودة بره وكل حاجة، بس اسعارها اكيد هتبقى غالية يعني. فقلنا نروح سوق السمك ونشتري من هناك السمك طازة ونشويه كمان، ونبقى ايه يعني عاملينه على مزاجنا كده. فقلت اخدكم بقى في جولة كده سريعة على كورنيش السويس. مش عايزة اقول لكم تحفة بجد. الجو كان حر الصبح فعلا، بس بصوا الكورنيش تحفة جدا. منظر البحر والشوارع نظيفة جدا. خدنا تاكسي من قدام القرية كده ودانا سوق السمك. عايزة اقول لكم ان المسافة مش بعيدة خالص خالص عن سوق السمك. والتاكسي تقريبا خد مننا 15 جنيه، يعني مش مبلغ. لان المسافة زي ما بقولكوا قريبة جدا. فحبينا ان احنا نروح هناك. يلا بينا بقى ندخل على جولة السمك بقى ونشوف سوق السمك هناك في السويس شكله ايه. وصلنا بقى سوق السمك. مش عايزة اقول لكم بقى السمك اشكال والوان، وبجد يعني سبحان الله ما شاء الله الخير كتير هناك في السوق. وطبعا بيلبي كل الأذواق. فطبعا عندكم متنوع ان انتوا تختاروا الحاجة اللي على مزاجكم، تنقوها كمان انتوا على مزاجكم. الأسعار هناك في ان يعني تقريبا نفس سعر القاهرة. مش هقول لكم ان السعر هناك رخيص ولا غالي، بس تقريبا نفس سعر القاهرة. مش عارفة بقى احنا اتضحك علينا ولا هو فعلا السعر كده هناك. يعني احنا كنا متخيلين ان ممكن يكون السعر هناك ارخص من القاهرة، بس لقينا ان السعر هو. بصوا البولتي ده كان بين 65 و70 و75. الجمبري كان من اول 200 جنيه لحد 500 جنيه. السبيت كان عامل من اول 180، وانتوا برضو لحد معاكم 200 220. وفي طبعا انواع سمك تانية. البوري كان من اول 70 لحد 100. بس احنا بصراحة قلنا ان احنا نروح هناك سوق السمك علشان خاطر هيبقى عندنا فرصة اكبر ان احنا برضو ناخد فكرة عن انواع السمك. نجيب حاجة برضو على ذوقنا ونكون احنا منقيينها، وتكون برضو كمان الحاجة طازة. واكيد طبعا هتكون ارخص في السعر من اي مطعم هناك جنب القرية. بصوا بقى منظر السمك، وبصوا حاجة بجد ما شاء الله. مش عارفة السمكة الملونة دي اسمها ايه بصراحة. لو حد يعرف بقى يبقى يكتب لي في الكومنتات. المهم احنا كلنا السمك ورجعنا القرية وكملنا يومنا عادي خالص جدا. وده كان الطريق واحنا راجعين. بصوا منظر الغروب والجبل بجد كان حاجة تحفة. اليوم كان حلو قوي. القرية كمان حلوة قوي. سعر التذكرة الفرد الكبير 350 والصغير 250. رايح جاي بدون وجبات. انا كنت طالعه تبع شركه، ما كنتش حاجزه تبع المنتجع على طول. يا رب يكون رحله النهارده عجبتكم، يا رب اكون قدرت افيدكم وخرجتكم من جو البيت كده واتبسطتوا معايا.